ايه رأيكم في الجمال ده؟ ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ ايه رأيكم في حبة المحشي الخفاف الجمال دول؟ ايه رأيكم في حبة الملوخية الطعمين اللي بقولكم اتفضلوا كلوني؟ حبة الجلاش دول بصوا مورقين والله اكبر عليهم. بصوا ايه رأيكم بقى؟ حد يجي يتغدى معانا بقى ويبقى مش هو اللي ويبقى هو اللي كسبان. اتفضلوا معانا. ايه رأيكم بقى؟ تعالوا نشوف الجمال ده والطعامة دي وحبة الفراخ الحلوين دول اتعملوا ازاي. يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، بتوحشيني كتير قوي 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 قوي. ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا روح قلبي. يا اغلى اهل واغلى عشرة واغلى جمهور واغلى ناس في حياتي. النهارده بقى عندنا عزومة، فعندنا طلعنا بطاية بقى من الفريزر حلوة كده بنت ناس، محملة شوية بس للأسف طلعت ناقصة كتف. لأن أنا لما بذبح البط حبايب قلبه ده كيس لحمة مفرومة متعصج وجاهز، طلعناه برضو من الفريزر يفك. وده كيس مانجا من اللي أنا كنت مفرزاه ومنزله لكم على القناة قبل كده، برضو طلعناه علشان يفك. وبدأنا بقى نجهز الأكل بتاعنا ونجهز العصاير بتاعتنا ونجهز الحاجات الحلوة للناس الحلوة اللي موجودة عندنا، للغاليين. الحاجات الحلوة بتطلع للغاليين. ربنا يديم المعروف ويديم المحبة بين الأهل يا رب. يا ريت يا حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك والشير، كومنت حلو من ايديكم من باب جبران الخواطر. ربنا يكبر بخاطركم في الدنيا والآخرة. ولما نقول عندنا عزومة وعندنا ضيوف يبقى على طول محشي، هو اخف حاجة واسرع حاجة. وانتوا عارفين بقى الاكل اللي هو الطبيخ والاكل المسبك والكلام ده، الناس دلوقتي ملهاش طهقان عليه وملهاش طولة بال انها تعمل تاكله. يا ريت ما تنسونيش في كومنت حلو كده من ايديكم، ما تنسونيش في لايك حلو كده من ايديكم عشان اقول لكم تسلم ايديكم. عفوا يا حبايب قلبي، تسلم ايديكم يا غاليين يا حلوين يا طعمين يا اللي في قناتي منورين ومشرفين. ربنا يديمكم في حياتي نعمة يا رب، ويجدي ويديمكم كده بزيادة أكتر وأكتر، ونبقى أكبر عيلة وأجمل عيلة في اليوتيوب. كيس البط طلعته لقيت فيه 3 وراك وكتف وحتة من الصدر و3 رصان و3 رقاب وكبدة حلوة محترمة. انتوا عارفين البط طبعا الكبدة بتاعته والقنصة بتاعته لوحدهم نايب أساسا، وقنصة حلوة محترمة بنت ناس. وحطيناها عشان البط طبعا بياخد سوا شوية عن الفراخ جاهزة البيضة، فحطيناها قبلها بشوية. جايبين ايه بقى من بره؟ جايبين 2 كيلو وراك عليهم. ودي الشوربة يا حبايب قلبي اللي انا ما بخليهاش من التلاجة. بصوا الوش بتاعها، بصوا الوش بتاعها قد ايه، بسم الله ما شاء الله واكبر. كانت شوربة فراخ، الفراخ اللي احنا كنا عاملينها قبلها. الشوربة دي يا حبايب قلبي زي ما بقولكوا انا ما بخليهاش من التلاجة. اعمل اكل في اي وقت، حبة ملوخية حبة بامية حبة محشي حبة رز مكرونة جنب الاكل. بصوا بجد اللي هيجرب موضوع الشوربة ده والله ما هيندم يا بنات. ولو انتي مش محتاجاها وجددت فراخ او جددت لحمة ومش محتاجاها، ادلقيها وخدي من الشوربة الجديدة، بس شيل الوش بتاعها عشان الوش بتاعها خسارة تدلقيه بصراحة. انا وريت لكم الوش بتاعها وجميل ازاي. تشيل الوش بتاعها وتدلق الشوربه الميه اللي من تحت دي، وتاخدي شوربه من الفراخ الجديده او من اللحمه الجديده اللي انت عاملاها. المهم دايما دايما ما تخليش الشوربه من التلاجة عندك. والله بصي انت هتقولي انا مش محتاجاها، بس هيجي عليك يوم تبقى عايزه تعملي حبه رز، تبقى عايزه تعملي حبه مكرونه، تبقى عايزه تعملي حبه لسان عصفور، تبقى عايزه تجيبي ملوخيه تعملي حبه ملوخيه او باميه. وممكن بالشوربه دي تعملي ملوخيه وباميه، وتعملي او ملوخيه او باميه، تعملوا رز او مكرونه او لسان عصفور او حبه محشي زي كده. تشكلي حله محشي كده وتسويها لولادك ويوم ويعدي. تجيبوا كرنبايه تعمليها وتجهزيها برضو وتسويها ويوم ويعدي. المحشي ده يا حبايب قلبي والله بص زي ما انتوا شايفين كميات مش كبيره. بصوا ده يعني ايه، ده كيلو كوسه وما عملتوش كله كمان.
خليت بتاع ربعه. والفلفل ده انا ما اشتريتوش، خدته من التلاجة عندي، كان باقي فلفل عندي، طلعت نقيت الحلوين بتوع الحشو. وده اللي بيطلع من الكوسه حبايب قلبي، ما ترموهوش لما تكونوا بتعملوا محشي بتنجان او محشي كوسه، ما ترموش اللي بيخرج منه. تعملوا ايه بقى؟ لا، بتاع البتنجان بيترمي، انما الكوسه هو اللي ما بيترميش. بتحطيه في قعرة الحله وبترص عليه الفلفل وبترص عليه البتنجان. ولو في لا قدر الله حصل اي شياط او اي حاجه في الحله، حتى ولو بسيط، ما بينضرش المحشي. واللي بيتلسع او بيشيط هو ايه؟ الخلطه اللي طالعه من قلب الكوسه دي. ولو ما حصلش شياط او ما حصلتش الحله ما لزقتش او اي حاجه، مش اشكال، كده كده بيترمي بعدين. ودي الخضره عندنا هي غسلينها، الخضره للشغل غسلينها، هناخد منها حبه. والبصل بقى ايه، هنجهز الصلصه بتاعتنا على السريع كده. انا لقيت عندي نص كيس صلصه. انا عندي اكياس صلصه اللي انا وريتها لكم مفرزاها على القناه قبل كده وموريها لكم يا بنات. عندي بس اكياس كبيره، فانا يعني مش عايزه الاكياس الكبيره دي. لقيت عندي نص كيس، خرطت له 3 بصلات كده معقولين. وهنفض عليه كيس الصلصه وهنسبكه وهنشوف النتيجه مع بعضينا. ولعنا البوتاجاز، وهنا بقى ايه، هنبدأ بقى ايه، نشوف الفراخ. ده المحشي عفوا، الفلفل اللي احنا جايبينه من السوق. على فكرة الفلفل ده يا بنات بيبقى حلو قوي قوي في المحشي. وجايبين لفتين جلاش، هنعمل صينية جلاش جنب المحشي. وهنعمل الفراخ اهي اللي احنا جايبينها، وفي فراخ تاني برضو، في كيس فراخ تاني. هنغسلهم وهنظبطهم وهنتبلهم زي ما قلت لكم في الميه وملح بالليمون. ودي مش عايزه اي حاجه تاني، ولو ما حطيتش ملح على فكره مش اشكال، تكفي الليمونه بس تحط القشره معاها وتسيبها قيمه ربع ساعه على الاقل خالص، ربع ساعه 10 دقايق. الزيوت اللي في القشر بتاع الليمون هينزل في الميه، هيضيع لك ريحه اي زفاره موجوده عندك في الفراخ، هيضيعها والله. بصوا، لو فراخ او بانيه او شاورما، حاولوا تنقعوها شويه بس بالليمون بقشره. الفلفل زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، ظبطناه. والقرن الكبير قسمناه نصين، وما بنشيلش الزر منه، يا دوب بس ايه، بنشيل من تحت وبنخلي من جوه عشان ما تنزلش من المحشي من تحت. كده الصلصه بتاعتنا اتسبكت اهي، واللحمه المفرومه لسه ما ولعناش عليها. هنا بقى نظبط ايه بقى، بعد ما غلت واتسبكت خلاص هنحط لها حبه بابريكا، نحط لها معلقتين صلصه من الصلصه الجاهزه اللي في البطرمان، عشان بس ايه، تديكي درجه الاحمرار الحلو. هنحط لها الكمون والكزبره. بس الكمون يا بنات انا ما برجحوش الا لما ايه تطفى الصلصه، لان لو الصلصه على النار ولسه الكمون وحطاه والصلصه لسه بتغلي، الريحه بتاعته ما بتبقاش موجوده زي لما انت تحطيها كده بعد ما بتطفي، تحس الريحه بتاعته راحت اساسا. لكن لما تطفي على الصلصه بعد كده تظبطي كمونك وكزبرتك، تبص تلاقي الريحه لسه موجوده حتى انت وبتحشي، سواء ورق عنب او فلفل او بتنجان او كرنب، انت وبتحشي تشم الريحه بتاعت الكمون والكزبره موجوده في الخلطه. وهنا فكنا كيس اللحمه وحطيناه على نار هاديه لانه كان لسه متجمد معانا شويه واحنا كنا مستعجلين، فحطيناه على نار هاديه وسيبناه ايه يفك واحده واحده معانا. طبعا الجنب كل شويه نقلب ونعدل فيه علشان ايه ما يلزقش في الحله، وعشان الجنب اللي فك نقلبه على الجنب التاني علشان طبعا زي ما انتوا شايفين الحله صاج. بصوا بنكحت الجنب اللي فك اهو، وايه بنحطه ايه وبنقلبه. هنا بقى هناخد حبه خضره كويسين ومكرمه الله يبارك لها يا رب، خلطة الرز، هي بقى اللي استلمت المطبخ. بصوا لسه بدأت تحط الكمون اهي وتحط الكزبره بعد ما حطت الرز والخضره. ده بقى الريحه بتاعته تفضل موجوده لحد انتوا بتاكلي في المحشي، تشمي ريحه المحشي ريحه الكمون والكزبره في بقك، لان محشي يبقى كمون، كبده تبقى كمون، كبد وقوانص كمون،
كل أكلة سبحان الله لها يعني ايه نوع من انواع التوابل اللي بيعلي التست فيها شوية كده. هتحشيهم دلوقتي. انا قورتهم لها وظبطتهم لها، وهي بقى ايه تحشي بقى ايه مع نفسها. بصوا اللي طالع من قلب الكوسة حبايب قلبي، حطيناه في قعر الحلة اهو علشان خاطر ترص عليه زي ما قلت لك. فياريت اللي بتقور الكوسة وبترمي اللي بيخرج منها، ياريت ما ترموهوش، والله هتستفيدي منه كتير قوي. انما البتنجان ارميه، لان البتنجان القلب بتاعه بيطلع لونه اسود اساسا، او لو ما طلعش اسود لما بيتركن وشم الهوا على طول بيسود. عشان كده البتنجان اساسا لو هتقوريه وهتسيبيه ساعتين ولا حاجة ما تعرضوش للهوا، خليه في الكيس وتخرجيه من الكيس على الغسيل على الحشو على طول. ندى بتقول لكم اعملوا لايك يا بنات. مكرمة خلصت حلة المحشي وريتها لكم، انا ما كنتش اعرف ان هي وريتها لكم، فانا دخلت المطبخ قلت اوريها لكم تاني عشان تعرفوا ان احنا عندنا محشي عقبال عندكم. وجبنا نص كيلو ملوخية خضراء قرطفناها وغسلناها، وهنخرطها بقى ايه قبل الاكل مباشرة. وهنا اللحمة المفرومة اهي بعد ما اتسبكت وبعد ما فكت، والملوخية بعد ما اتغسلت واتحطت في المصفى عشان تصفي المية اللي فيها على ما نيجي نخرطها ان شاء الله. وهنا كان عندنا كرنباية صغنونة كده على قدينا، طلعناها برضو وعلى السريع كده لفيناها. هي اي نعم الحلة مش مليانة، بس والله بصوا بسم الله ما شاء الله الاكل كان جميل جدا جدا. وريحته بصوا ما اقولكمش على الجمال بتاع ريحته. الاكل والله يا بنات زاد مننا كتير. بصوا هي حلة محشي مشكلة زي ما انتوا شفتوها، وحبة الكرنب دول، والله الاكل زاد وفضل، والطيور كلت معانا كمان. طلعنا يا دوب بسم الله ما شاء الله. الاكل لما بيبقى كتير وبيبقى كذا نوع بسم الله ما شاء الله، يعني يا ربنا يزيد ويبارك ويحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي. فين اللايك؟ انا شايفاك انتوا بتتفرجوا على الفيديو ما عملتش لايك. ما عملتش لايك ليه يا ست حسنات؟ ما عملتش لايك ليه يا ست حسنات عشان تتكتب لك حسنة عند ربنا، وصباعك يوم القيامة يشهد عليك ويقولك انت عملت اللايك وعليت الفيديو، يبقى تستاهلي عليه حسنة. ربنا يا ربي كل اللي يعمل لي لايك يديله يا رب حسنة قصاد اللايك اللي هو بيعمله. الكومنت بقى ده حاجة ترجع لك انت، الكومنت ده بقى من ذوقك انت شايفاني انا استاهل كومنت كلمة حلوة كده تجبر بخاطري بيها، يبقى اعملي لي كومنت. ما استاهلش يبقى ما تعمليش بقى. اقول لكم ايه تاني بقى؟ هنا بنعمل صينية الجلاش. ام كرمة بقت استاذة في الجلاش وبقت استاذة في البشاميل، بسم الله ما شاء الله عليها. ربنا يخلي لها كرمة يا رب ويخوها لها، وهي يديها الصحة وما يحرمنيش منها. قولوا امين، قولوا امين يا اللي بتتفرجوا عليا يا ناس يا بخلة، يا ناس يا بخلة قولوا امين. احتسبكم عند الله من الصالحين ان انتوا بتعملوا لي لايك وبتقولوا ورايا امين على كل الدعاء اللي احنا بندعيه. ربنا يصلح حالنا وحالكم وينجح اولادنا واولادكم يا رب. قولوا امين بقى، قولوا امين، ما تبخلوش على نفسكم بالدعاء. هنا بقى هنحط اللحمة وهنوزعها على الصينية. اللحمة دي يا بنات انا كنت معصجاها برضو ومنزله لكم الفيديو بتاعها على القناة. كنا جايبين الحاجات دي قبل رمضان وعصجناها وظبطناها بقى بالبصل اللي بقى دلوقتي استاذ وياخد الدرجة الاولى اللي هو الفلفل الالوان. الفلفل الالوان بيعلي التست ويعلي الريحة بتاعة اللحمة المفرومة ويخلي ريحتها تحفة يا بنات. اللي ما جربش يجرب في ربع كيلو لحمة وصدقوني مش هتندموا، والله ما هتندموا. ازيكم انتوا عاملين ايه دلوقتي؟ انتوا عاملين ايه دلوقتي؟ والله انتوا مسليني وبسلي معاكم الوقت. والله يا بنات انتوا بتوحشوني ونفسي تتفاعلوا معايا ونفسي تحسسوني ان انا منكم، ان انتوا اهلي،
ان انتوا بيتي الصغنن اللي بنبني مع بعضينا طوبة طوبة علشان نكبر مع بعضينا ونبقى أسرة كبيرة وأسرة جميلة على اليوتيوب. ليه يا حبايب قلبي ما بتتفاعلوش معايا؟ انا مزعلاكوا في ايه؟ ما انا معرفش ازعل حد، والله ما بعرف ازعل حد، وما بيهونش عليا اللي قدامي انه يزعل مني، حتى لو هو غلطان عليا بقوله ما تزعلش مني، حقك عليا. فانا بقول لكم ما تزعلوش مني، حقك او عليا. لو كنت قلت لكم كلمه ولا كده كده ولا كده، لو كنت ضايقت حد بكلمه ولا ضايقت حد اتضايق مني في اي حاجه، عذرا يا حبايب قلبي، سامحوني، ما تزعلوش مني. اعتبروني اختكم، اعتبروني بنتكم، اعتبروني مامتكم، اعتبروني اي حاجه، انا قابله منكم اي حاجه، لانه انتوا عسل، والعسل يتقبل منه اي حاجه. انتوا بصوا اجمل ناس والذ ناس. بصوا بقى ام كرم حبت تبتكر الجلاش لما تيجي تحطه، تقطع ورقة الجلاش عشان تيجي مقاس الصينية مظبوط. فالورق اللي هي طلعته، والله انا ما كنتش بعرف هي بتعمل ايه، لان هي كانت واقفة في المطبخ لوحدها بتعمل فيها، وانا كنت في الصالة بره بعمل حاجة تانية خالص. فاكتشفت ان هي بعد ما عملتهم وسوتهم كمان، قالت لي الجلاش اللي انا قصيته من الصينية عملت بيه كام صباع، لفتهم كده زي المحشي. بقيت افرد ورقة الجلاش واحط فيها معلقة لحمة والفها زي المحشي بالظبط. والله يا بنات طلعوا حلوين قوي، وطلعوا لزاز، وطلعوا دمهم خفيف، وطعمهم سكر زيكم، سكر زيكم. شايفين؟ بصوا شايفين الورقة طالعة معاها ازاي؟ عشان هي قصاها قبل ما تحطها في الصينية، ومعلقة لحمة بس. والله طالعة جميلة، وطالعة مليانة زي اللي في الصينية واكتر من اللي في الصينية كمان. سبحان الله، ربنا بيبارك والله يا بنات. وخصوصا لما يكون عندك عزومة وعايلة همها، ومتهيكلك الحاجة اللي انت عاملاها دي، يا لهوي دي الحاجة دي قليلة، يا لهوي دي الحاجة دي مش هتكفي، زودي في الاكل وزودي مش عارفة في ايه. وعلى رأي المثل اللي بيقال سعيدة يا ضيف، قال له عليك وعلى عيالك. احنا بناكل من رزق، يعني ايه، احنا بناكل من رزق الضيف. لو احنا مكسلين نعمل حاجة، او عندنا الحاجة وبنقول لا مش هنعملها النهاردة، لا خليها اليوم تاني، لا تنفع الاسبوع الجاي مثلا، تغنينا عن يوم او اي حاجة. وطب عليك ضيف على غفلة، تبقى عايزة تطلعي كل اللي موجود عندك في التلاجة وتعمليه وتقدمي لضيوفك. بصوا بصوا الصينية الصغننة الجميلة دي، ما شاء الله عليهم. بصوا عملوا ايه، عملوا الصينية الكبيرة دي والصينية دي. الصغننين طالعين دول هم يا بنات تحفة والله. حاولوا تجربوا الموضوع ده. ممكن برضو مكان، بدل ما تعملي الصينية المعتادة اللي احنا متعودين ان احنا نعملها دي، ممكن انت بقى تعملي ايه، تجيبي الجلاش وتقطعيه زي مكرمة كده ما كانت مقطعاه، وتروحي تلفيه زي المحشي كرنب بالظبط. تحطي معلقة لحمة وتفضلي تلفيها وتشد في اللفة، لان لو ما شدتيش اللفة هتبص تلاقيها اتبططت منك، وهتلاقيها ايه، فرشت منك بمعنى الاصح. يعني لما تخش الفرن تلاقي لفة الجلاش اللي انت لفاها زي صباع المحشي دي اتفرشت منك كده وبقت رقيقة قوي. لكن لما تلفيها وتشدي، بصوا دي بضايه ايه بلدي، هتحطها تحط عليها مش عارفة بقى ايه، حطت عليها لبن ولا حطت عليها شوربة، لان احنا احيانا كتير لو ما عندناش لبن بنحط شوربة عادي. عرفت قيمة الشوربة اللي موجودة عندك في التلاجة؟ لا، عندنا لبن بفضل ربنا. والله مستورة يا بنات، والله مستورة، والله اقسم بالله كل حاجة لقيناها في البيت، الحمد لله وبفضل ربنا. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويجعل القليل بين ايديكم كتير. وبجد يعني لو معاكي اي مبلغ تجيبي بيه اي حاجة تحطيها في الفريزر، بجد والله يا بنات ما هتندموا. هتبص تلاقي الدنيا حلوة معاكي، يجيلك ضيف على غفلة في اي وقت تلاقي الحاجة موجودة عندك في التلاجة. انتي لو عايزة تعملي الاكل لولادك ولبيتك في اي وقت، لو الدنيا ضيقة معاكي وما معاكش فلوس، تطلعي من اللي في التلاجة الخير اللي انتي راكناه في التلاجة ده وتعملي منه اي اكلة لاولادك، بجد والله هتحسي براحة
وهتحس بجد ان اي قرش ايدك تمسكه تخزني به الحاجة هتقولي ايه الحمد لله ان انا عندي فلوس وعندي امكانيات ان انا اجيب الحاجة واخزنها. هنا حبة اللبن حطيت عليهم حبة شوربة وحتة ملح وحبة فلفل اسمر اهم حاجة عشان الزفارة بتاعة البيض. وهنا بقى ايه هتسقي صينيتين الجلاش الجمال الخفاف دول. يا رب حبايب قلبي يحسن ما بين ايديكم، قولوا امين يا حبايب قلبي، قولوا امين. ربنا ما يخلي ربنا يخليني يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ونكبر ونكبر. ادعوا لي يا بنات، ادعوا لي في ظهر الغيب. بجد اللي بيدعي الأخ له في ظهر الغيب أو أخت له في ظهر الغيب له ملك يقول له ولك بالمثل. ادعوا لي حبايب قلب القناة تكبر، ادعوا لي المشاهدات تزيد لأن القناة واقعة قوي، مفيش مشاهدات تقريبا، مشاهدات واقعة قوي. والموضوع ده سدد نفسي ما اقولكمش وعامل لي إحباط بطريقة يعني تعبالي نفسيتي بجد قوي. ومش عارفة اقولكوا ايه، نفسي ابص الاقي قناتي يعني ايه خدت وضعها وسط القنوات وبدأت تكبر وبدأت تزيد واحدة واحدة كده. والله يا بنات انا مش من النوع اللي بيستعجل على الحاجة، اديني صابرة والصبر طبعا له اجر. ربنا يأجرنا يا رب اجر الصبر، وربنا يجازيني بالصبر اللي انا صبراه ده خير ان شاء الله. وانا عارفة يا بنات والله والله انا عارفة ومتأكدة وعندي يقين في الله ان ربنا هيأجرني وربنا هيكرمني. وان شاء الله هنتكلم مع بعضينا بعد كده وهقول لكم فاكرين يا بنات لما كانت القناة واقعة؟ فاكرين يا بنات لما كنت اتحايل عليكم واقول لكم اعملوا لي كومنت واعملوا لي لايك؟ فاكرين يا بنات لما كنت بفضل ادعي لكم عشان خاطر اعملوا لي لايك عشان تقدروا التعب اللي انا تعبانه عشان خاطركم؟ اعملوا لي لايك واعملوا لي كومنت. فاكرين؟ دلوقتي القناه بسم الله ما شاء الله عليها كبرت وخدت وضعها وسط القنوات. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. احنا هنا يا حبايب قلبي بنغرف الشوربه، بتغرفها بالطبق. انا عندي في الدرج والله جنبها على ايدها اليمين بدل الكبشه 2 و3، بس الكبشات الصغننه اللي طالعه دي اللي هي الكبشه يعني بتاع معلقتين اكل تاخدهم شوربه. فاحنا بنستسهل نغرف بالطبق لان الطبق بياخد بسم الله ما شاء الله حبه شوربه كتار، فبنستسهل الموضوع ده. انما كل حاجه موجوده عندنا في البيت والحمد لله. عندنا الكبشه الكبيره والكبشه الصغيره، بس للاسف الاتنين الكبشه نفسها بتاعتهم صغننه. يعني علشان تزودي شوربة او تزودي المحشي تفضلي تغرفي من هنا وتحطي هنا، تغرفي من هنا وتحطي هنا الى اجل لا مسمى. خرطت الملوخية مكرمة وخلاص سويتها. هتحمر بقى الاول وبعد ما تحمر وتخلص تبقى تعمل التومة اللي هي طشة الملوخية. احنا يا بنات من عشاق الملوخية والبامية، يعني ما تستغربوش وتقولوا انت كل فيديو منادى ما فيش الا يا اما تعملي ملوخيه يا اما بتعملي باميه. احنا بنحبهم بصراحه، بنحبهم وبنعشقهم، ما بنعرفش نعمل اي اكله سواء فراخ او لحمه الا اذا بيكون جنبها يا اما طبق ملوخيه يا اما طبق باميه. احنا صعيده بقى، والصعيده بيحبوا الطبيخ وبيحبوا يغمسوا لان هو ده اللي بيملى بطنهم. والناس اللي شغاله اللي زي رجالتنا دي ربنا يعينهم ويقويهم يا رب ويدهم الصحة ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا. انت عارفين الراجل اللي شغال وطالع يعني طفح القوطة وطالع ميتين اهله في الشغل من الساعة 5 الصبح لحد الساعة 5 المغرب هو واقف على رجليه ومن هنا لهنا. بصوا الصينيتين يا حبايب قلبي، صينيتين الجلاش كده خلاص خلصوا. هتبدأ بقى التقطيع اللي هي مقطعة هي ونية خلاص بقى لما حطت اللبن والبيض لزقوا ببعضهم تاني فهتبدأ بقى تفتحهم تاني مقارمة. وبعد كده تعمل طشة الملوخية لأن طشة الملوخية بنات احنا ما بنعملهاش إلا على الأكل،
ممكن لو في بامية نجهزها ونضربها في الخلاط ونعمل ونوقفها على طشة التومة بس. امتى بقى نطش التومة للملوخية وللبامية؟ واحنا رايحين نحط الاكل، عشان ايه بقى؟ تبقى تطشي وتغرفي الاكل على طول، تبقى سخنة وتبقى الريحة بتاعتها جميلة اوي 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 زي ما انتوا شايفين. اتفضلوا معانا، بالهنا والشفا على قلوبكم وبالهنا والشفا على قلوب اللي ياكل. قولوا امين يا حبايب قلبي. هنا الملوخية وهنا الجلاش، بصوا طري ما شاء الله عليه ومورق، الله اكبر عليه، طعمه تحفة. وهنا بقى حبة المحشي اللي هم مشكلين، وهنا بقى حبة الفراخ اللي على قدينا، ده البط اهو بس سخن معرفتش امسكه.